الكيميكال ايجنتس زيها زي البيولوجيكال ايجنتس، الاثنين ممكن يسببوا امراض مهنيه وتاثر على صحه العمال، بس الفرق الجوهري ما بين البيولوجيكال ايجنتس والكيميكال ايجنتس ان البيولوجيكال ايجنتس ليها القدره على التكاثر والنمو بشكل سريع جدا لو اتوفرت ليها الظروف المناسبه زي درجه الحراره وزي الرطوبه. علشان كده عشان احنا بنحاول ان احنا نسيطر على البيئه المحيطه علشان نتحكم في البيولوجيكال ايجنتس اكتر ما احنا نفكر ازاي هنسيطر على البيولوجيكال ايجنتس نفسه، يبقى البيئه المحيطه اهم من البيولوجيكال ايجنتس نفسه. لو حابب تعرف اكتر عن الموضوع ده فده جزء من اللي بنتكلم عنه في كورس الاوكوبيشنال اند اندستريال هايجين واللي بتقدمه بالانسيه. الدورة متاحة على موقع بالانسيه في شكل فيديوهات مصورة متقسمة لفصول، وبعد كل فصل فيه مجموعة من الأسئلة علشان تتأكد من مدى فهمك لمحتوى الفصل. كمان الدورة نازل معاها مجموعة من الهدايا زي خصم 75% لأول 100 مشترك، وإن حضرتك ليك 5 أيام كاملين من تاريخ تسجيلك تقدر تسترد فيهم كامل قيمة الكورس أو كامل اللي أنت دفعته بدون أي قيد أو شرط، فقط لو حسيت إن الكورس ده مش هو المناسب لحضرتك في التوقيت الحالي. وكمان ليك 20% كاش باك لو حضرتك قدرت تنجز الكورس خلال شهر من تاريخ تسجيلك، وكمان 20% كاش باك تانيين لو حضرتك قدرت تطبق حاجة عملي من اللي انت اتعلمته خلال شهرين من تاريخ تسجيلك. وهتقدر تتواصل معايا مباشرة بدون أي وسيط بضغطة زر هتدوس عليها في أي وقت هتوصلك بالواتساب الخاص بيا، وهتلاقي الأيقونة دي معاك أثناء حضورك للكورس في كل مكان. عايز حاجة تاني؟ مستني إيه؟ سجل في الكورس.